أهلا بكم في وصفة الكوي ماك التركية. حنوريكم طريقتها بنوعين من الجبنة. هذه قبل شوي شفنا دقيق الذرة، وهذا الجبنة اللي متوفرة في الأسواق، وهذه طاوة النحاس اللي عادة يطيبوا فيها الكوي ماك أو المهلمة زي ما يسموها. وهذه نوع من الزبدة. حبيت نوريكم الأشياء المتوفرة في الأسواق العادية، وهذه هي الأوريجينال الخاصة باكو، موجود في الأسواق الكبيرة زي الميغروس وكارفور. يكون باكو بهذا الشكل، فيه المكونات الثلاثة متاع الكويماك أو المهلمة التركية، اللي هي وصفة خاصة بأهل البحر الأسود، مناطق البحر الأسود. هذه اللي في الوسط الجبنة، وهذه الزبدة. زبدة تكون كلها مواد طبيعية ورائعة بصراحة. وهذا دقيق الذرة. فنديروها بالمكونات الأولى اللي موجودة في الأسواق. لاحظوا الزبدة هذه لونها زي المارجرين، مش حيوانية، طبيعية عادية عفوا. وهذا الدقيق الذرة اللي حتى هو متوفر في الأسواق. بالنسبة للزبدة نحطه نص كوب، وللدقيق الذرة شوفوا كيف أصفر، نحطه ملعقتين كويسات مليانات، ونحركه مع شوية رشة ملح طبعا. وصفة من الوصفات اللذيذة جدا وحلوة، وكيف تتمغط وتسيل معاك الجبنة. تعتمد الوصفة هذه على المكونات تكون أوريجينال وطبيعية، أحيانا ما تتوفرش، بس أنا حبيت نوريكم اللي ممكن تلاقوها في الأسواق، خاصة للناس المقيمين في تركيا. وبعدين بعد ما تغلي شوية الخليط دقيق الذرة مع الزبدة، نضيف كوب وربع من الماء الدافي شوية، ونحرك. من الخطوات بسيطة جدا، تاخد شوية وقت، والنتيجة رائعة بامتياز، تحفة بصراحة، من الأكلات الجميلة. نحرك إلى أن تمتزج المية والدقيق الذرة. أول ما يبدأ الخليط يغلي، نضيف الجبنة. هذه المكونات اللي خديناها من السوبر ماركت العادي، تعتبر مش الأوريجينال، يعني الجبنة الطبيعية، فما تدوبش بشكل مرضي، يعني بشكل حلو. وهذه المكونات اللي درناها من الباكو اللي موجودة فيها الزبدة والزبدة ودقيق الذرة، كانت نسبة إن الجبنة تمط بشكل أكتر وأفضل، فهذه عجبتني أكتر، فحبيت إن نوريكم نفس الطريقة. مجرد بعد ما نحطوا الجبنة نقصوا النار ونبدو نخلطوها بشكل كويس جدا جدا جدا، باش نتحصلوا على هذا القوام المطاطي للجبنة. ولما نحركوا نقيموها لفوق. عادة يتقدم مع المهلمة، تتقدم مع في الشاهي، مع الشاهي بجنب الفطور، أو حتى في وجبة العشاء، معها خبزة أو حاجات بسيطة جدا، ما تحتاجش أي شيء معها، لأن وجبة دسمة. وفي العادة لما في الشتاء مع المطر أو الثلج تدفي ومغذية، يعني حلوة جدا بصراحة. تعتمد على التحريك المستمر. وإحنا الشاهي أهو جاهز، نجهزه فيه باش بنقدمه معاها على الفطور. تحصلنا على إن هذه هي النتيجة المطلوبة، إن نحركه باستمرار باش نتحصلوا على مهلمة ممتازة. وحتى اللون شوفوه كيف جميل. وهذه المهلمة حطينا الطاوة على سفرة الفطور، وحبيت نصورها لكم في كل مراحلها. أول ما كانت سخونة والعيلة كلها جربوها وغمسوا، ولما بردت شوية وبعد ما بردت تماما جربتها، فكانت الجبنة النوعية الثانية اللي في الباكو والمكونات متاعها دقيق الذرة والزبدة والجبنة، كانت هي الأفضل. حسيتها المطة متاعها استمرت إلى حتى المهلمة لما بردت. وقدموا معها زي ما قلت الخبزة، نغمسوا بيها. يا سلام، إن شاء الله تكون التجربة هذه عجبتكم واستفدتوا بها. وهذه التغميسة في النهاية لما خلاص بردت المهلمة، لو تلاحظوا إنها هي بدأت تتماسك أكتر. لو فضل لكم منها شوية تقدروا تسخنوها على نار هادية جدا، بالتأكيد ما نرموهاش، نسخنوها على نار هادية جدا، وترجع سايلة وتمط معانا الجبنة. حبيت نوريكم في مراحل لما كانت المهلمة على السفرة، وكل ما بردت شوية كنت نحركها، فكانت فعلا محتفظة الجبنة بالمطة متاعها، وخليت العائلة
كلهم يجربوها ويغمسوا، وفعلا كانت مطة الجبنة ما شاء الله. فالنوع التاني هو اللي عجبني واخترته. حتى لما بردت تقريبا تماما وكانت دافية شوية، المهلة ما كانت تسيح معانا، ولما بردت برضو وسخنتها مرة تانية الجبنة ما فقدتش القوام متاعها. إن شاء الله نشوفكم في وصفة قريبة، وشكرا لكم.